يا مساء الجمال على الناس الجمال، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ايه هنعمل مع بعض الوصفه الجميله ديت. وصفه سهله وخفيفه واحنا في الشتاء، وطبعا الشتاء ايه بيحب المخبوزات. هنعمل مع بعض وصفه القراقيش بطريقه سهله وبسيطه وهتعجبكم ان شاء الله. وهنقول ايه مع بعض المكونات. هنا معايا 2 كيلو من الدقيق، برضه هقول لكم المقادير بتاعه ال2 كيلو دقيق، واللي عايز يعمل كيلو دقيق، بس انا النهارده ايه هعمله ب2 كيلو. دول 2 كيلو من الدقيق، اللي هو من عند العطار او زي ما انت تحبي تجيبيه، بس يكون دقيق مضمون، يكون كويس يعني نوع كويس. يبقى كده ال2 كيلو دقيق. وبعد كده معايا الايه المعلقه، مع 2 كيلو دقيق يبقى معلقتين كبار من الخميره. لو كيلو دقيق هتحطي معلقه. هنا معايا كوبايه من السمسم، برضو سمسم ابيض، وانا حمصته شويه يعني يا دوبك طلعت منه الرطوبه. ومعانا مع نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وهنا معلقه كبيره من السكر، ومعايا رشه صغيره من الملح. وهنا بقى ايه مقدار السمنه. المج السمنه دوت عملت منه 3 سمنه او زبده زي ما تحبي، وواحد زيت، يبقى 3 سمنه وواحد زيت. يبقى كده 4 كوبايات من المج اللي هو بتاع الشاي ده لل2 كيلو دقيق. لو الكيلو دقيق هتعملي ايه؟ طبعا انت قللي بقى الكميه، هتعملي كوبايتين. ومعايا كيلو من الحليب. ماشي. هنجيب بقى ايه دلوقتي؟ هنبتدي باول حاجه، هجيب الحليب معايا، وبعد كده هنزل عليه بمعلقه السكر، وبعد كده هنزل عليه ايه بالمعلقتين الخميره، عشان اختبر الخميره، اسيبها تختمر عقبال ما الخميره تخمر في السكر والحليب. اكون انا ايه نكمل بقى ايه مع بعض ونشوف بقيه الوصفه بتاعتنا. انا اقلبها كويس جدا عشان يدوب السكر والخميره. بس كده، وهنركنها على جنب تخمر عقبال ايه ما نجهز الايه الحاجات التانية. هنا هنزل بمعلقه الملح، وبعد كده بالبيكنج باودر معلقه صغيره او نص معلقه صغيره، وبعد كده هنزل بالسمسم، كوبايه السمسم. هنقلب بقى ايه كل الناشف كده مع بعضه اهوت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. لو عايزه بقى تضيفي اضافه زياده من عندك، يعني في ناس بتحب تحط اللبن البودر او ريحه الكعك او شمر وينسون، بس انا بعملها بالطريقه دي. كده بقى احنا قلبنا كل ايه السمسم وكل النواشف اللي حطيناها مع بعض، وبعد كده ايه هننزل بالسمنه اهي. السمنه بتسيحيها وبتدفيها، تخليها يا دوبك دافيه كده مش سخنه، يعني درجه حراره المطبخ، عشان ايه لان هو مش كعك. يبقى انا كده نزلت بالكوبايه، هكمل بقى ايه بقيه السمنه. هبدا بقى ايه نعجن. هنبدا بقى نبسه كده ايه السمنه مع الدقيق لغايه ما يبقى عامله زي حبات الرمل كده، عقبال ما الخميره ايه معانا تخمر في اللبن. بالراحه كده بسيه كده. هتكملي لو ما عندكيش سمنه ممكن تحطي المقدار مثلا كوبايتين سمنه او زبده وكوبايتين من الزيت، تكملي بالزيت عادي، يعني مش هيبقى فيها مشكله اهي. يا دوبك بس ايه تبسيه كده، مش تعجنيه بايديكي. يبقى احنا زي ما قلنا المقدار حسب ما انت هتعملي نص كيلو هتقللي، هتعملي 2 كيلو هتقللي نفس الكميه، هتقللي الكميه اللي انا حطيتها اهي. هنبسه كويس كده كده بقى ايه. نزلت اهيت بالخميره في اللبن اللي انا حطيته، وبعد كده هنزل اكمل ببقيه اللبن واحده واحده كده اهي.
كده بقى العجينه زي ما انتم شايفين عجنتها وخلصتها اهيت. وهي بقى ايه، لازم تخلي السمك بتاعها بالشكل ده كده اهي. هسيبها بقى نص ساعه تخمر واغطيها بحاجه نظيفه، بفوطه نظيفه. انا عندي هنا فوطه مخصصه للمطبخ. هسيبها بقى ايه نص ساعه. بصوا بقى العجينه بعد ما سبتها نص ساعه خمرت، وطبعا احنا في الشتاء وقعدت نص ساعه بالظبط. بصوا بقى العجينه جميله ازاي، بسم الله ما شاء الله، حلوه جدا وريحتها حلوه قوي. هبدا بقى ايه، هاخد منها ايه حته. هنا بقى هنسيبها تخمر ربع ساعة. سيبها بقى تستريح شوية ربع ساعة. وبعد كده ايه هشغل اهيت زي ما انتم شايفين. خلصت الصواني كلها. وبعد كده بقى ايه هكون ولعت الفرن الاول، سخنته قبليها بربع ساعة، بعشر دقايق سوري، يسخن كويس جدا. وبعد كده ايه هندخل فيه الصواني. بصوا حتى هي شكلها رفعت ازاي عن ما انا كنت عاملاها الاول. هنشغل درجة الحرارة على 180، وهنحط الشبكة على اخر رف خالص، وهنحطها اول ما تتحمر من تحت هنطفي من تحت ونشغل على الشوايه، وهتديكي بقى اللون الذهبي الجميل اللي انا هوريه لكم بعد ما اخلص. بصوا بقى القراقيش بعد ما خلصت وطلعتها من الفرن. بصوا الجمال، بصوا اللون، لون وطعم وريحه روعه ولا اروع. بصوا الخفيفه جدا ديت انا لسه كسراها. بصوا خفيفه جدا ريشه، ولونها ذهبي وحلو ازاي، ومن جوه طريه ومن بره مقرمشه. لا بجد تستحق التجربه، تستحق التجربه بجد، لانها حلوه جدا جدا، عجبتني قوي. ويعني انا بحب جدا اعملها في الشتاء. هتعمليها بقى كده الوصفه بتاعتها بسيطه جدا ومش مكلفه خالص. انا عارفه ان احنا طبعا في ايام صعبه والغلا اللي احنا فيه. انت عندك سمنه، مش شرط سمنه بلدي، عندك زبده، عندك سمنه عاديه، اي زيت هتعمليها هتطلع معاكي. بس تعمليها بنفس الطريقه اللي انا عملتها وهي تطلع معاكي بنفس الشكل الجامد جدا دوت. بصوا اللون بتاعها عامل ازاي، جميله جدا، حلوه، هتعجبكم، خفيفه وحلوه في العشاء. وان شاء الله احنا طبعا داخلين على رمضان وعلى العيد، وهعملها لكم برضو مع الكعك في العيد باذن الله. نعمل قراقيش مع بعض وهنعمل كعك باذن الله. هنا بقى القراقيش بعد ما خلصت اهيت، حبيت اوريها لكم بعد ما طلعت من الفرن مع كوبايه بقى شاي كده، او كوبايه شاي بلبن. بصوا جامده جدا، هتعجبكم ان شاء الله. ولو عجبكم بقى الفيديو انا لكم في القناه، فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، عشان يا رب كده القناه تكبر بيكم، لانه ان شاء الله هقدم لكم وصفات حلوه كتير جدا ان شاء الله باذن الله. ويا رب يكون النهارده الفيديو كان حلو خفيف، وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.